زرقاء خضراء بتاع ما بيراعوا انه هنا القانون مخيف. طيب، فبيقوم يطلعوا مع بنات، بتقوم هي تاني يوم بتبلغ فيهم، بتقول والله انا تعرضت لاغتصاب. البنت سكرانه ما تمشوا معاها، ايدها في القبعه والبلوت غاصه مبسوط، اجري منها. دي انت بالنسبه لها صيده، هتاخد منك 6000 بالقانون، وهتتسجن، وهتسحب منك جنسيتك، هتسحب منك اقامتك، ومجرد ما تخلص سنين سجنك هيرحلوك للدوله اللي انت جاي منها. سواق اوبر سكرانه قالت له خش معاي، سكيورتي كان واقف في الشارع لقته قالت له مثلا وصلني البيت، انا مثلا حاصل. ما تسمعوا كلام البريطانيات، بيقوا عارفين انه دي سبوبه، ده رزق. فهمتني؟ فما تتغروا ببريطانيا وتجروا بورا الحاجات دي وتفتكروا يعني انه انت ما في حتى مشكله. حتى لو ما عملت معاك اي شيء برضه بدينوك طبعا، صح؟ ايوه. لا بس القوا دي ان ايه، انت وصلت معاها عملت اي حاجه، الدي ان ايه حتى لو برضاها. سكران في ذمه الواعي، حتى لو راضيه ما تقدر وبعدين البلد دي وانت براك في اوروبا وعارف كلمه المراه سيف، وكمان واميجران وجاي تتكلم لا لا لا، الدنيا جاطت. يلا عندما يجي غرامه وترحيل. عنده اعمار معينه، يعني اللي اقل من ال 18 ولا حتى بفوق ال 18 زاد. اقل من 18 ده ما بحاسبه، دائما هنا القانون ضعيف في حته لا انا قصدي لك البت الممكن يعني توقعك في شرك زي ده اقل من ال 18 ولا حتى بفوق ال 18 ممكن برضه توقعك في شرك. هي اقل من 18 دي مصيبه، ده اصلا ولد عين ليه، اصلا ولد في الشارع ما عين لها خلاه واجري. دي الاكثر من 18 ان شاء الله مره عمرها 50 سنه سكرانه، اثبتت انها سكرانه وانت جيت معاها، انت بتستجيب. يقول لك سكرانه دي خليها. ودي حاجه الشباب هنا ما عارفه، فاكره انه شفت هتسكر ما تمشي معاها. لانه اول حاجه بتقول اعملوا لي كشف بتاع كحول وشوفوا الدي ان ايه، والزول ده كان معي بس يدفع غرامه ويتسجن، تسحب منه الجنسيه ولا الاقامه، ويضيع مستقبله وحياته في كلام فارغ في لحظه. انت ضيعت حياتك. وكتار بالمناسبه، كتار شديد جو هنا حصلت لهم الحاجه. بالنسبه للبت الاندري صحيح، حتى لو بس اثبت ان انت قاعد تدردش معاه ساي ممكن يدينا. حتى لو دردشه عن طريق السوشيال ميديا بيجيبوك دردش انا ما قابلتها ولا اي حاجه. لو احسن ما قابلتها انت ممكن تقابلها، هم بيعملوا لك باعتبار ما سيكون. حاسه في واحده كان عندهم برنامج كده بيعملوه، اللي هو بيكون زول كبير وبيتعامل على اساس انه بنت صغيره وده مدردقين لهم سوداني. حاسه في مانشستر ولا كان وين ده؟ في برمنغهام. دردقوه والله، ودوه قبضوه زي ما حصل شيء، ولا في بيت ولا حاجه. قلت له تعال وانا قاعده براي وناس امي مرقوا وبتاع ما هي المفروض انها هي ما في، لكن ما في زول يعني هي جايبينها عشان تعمل حاجه. ما هي بوراها البوليس مش كده؟ يعني خطها طعم. بالظبط، هي منظمه معموله عشان تشوف تمسك المتحرشين. بيخطوا طفله عمر 13 سنه ويقوموا يخلوك تتكلم معاه وبتاع، انا لما تجيبك البيت يلا شوف البوليس. والله يعني حتى في برمنغهام هم عادي الحاجه دي بكونوا يعني قاصدين انه يطلعوا المتحرشين. هم بالنسبه لهم ده زول بودوفايل، انت كونك بتعاين عندك ايه ده بودوفايل. فعشان يخلصوا المجتمع من الكلام ده بيقوموا بيعملوا برنامج ده، يخطوا بيت ويخلوها تتكلم معاه فتره. ما تثقوا في الناس اللي بيتكلموا معاكم في السوشيال ميديا. تتكلم معاه فتره تجيبه بعد ذاك والله بجد ده كلام اما بجد السودان مهم جدا. يعني حتى هم ذاتهم عندهم شبكه لاصطياد الناس زي ديل يعني. بالظبط. حاسه لو ما سكرانه ما في زول بيسالك، انت كمان ده سؤال لك. والله 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 سبحان الله. والله سامين يا جونجو عشان ما تمشي ايوه طيب تطبس كل زي فاضي جنبي في كل 60 شديد. داهيه. والله دي حاجه غريبه جدا جدا والله. اي لا، في يلا مفروض يلا زي ده عشان انت تتفادى الحاجه دي.
فلنفترض انه مثلا حسي كده عشان انا اتفادى الحاجه دي يعني اطلب منها ما يثبت. اي اي ده زيها زي شفت داخله البوب تقول لها جيب الاي دي حسي بتاعتك حصل ايوه. اوروبيين حصل اوروبيين بيتعاملوا مع البيت يعني نتعرف معاه من اول مره انه ما يثبت انه امورها كم بس على اول حاجه من الحاجه دي. والله انا بخبرتي بتعامل البريطانيين هنا هم اغلبهم قاعدين في ديتنج اب اصلا ما بيتعاملوا لك بالشارع. الناس دي ما قاعد تلقى في الشارع بالمناسبه. انا اديك الزيت. الناس دي ما زينا بتقاعد من الشارع لانه ده تحرش. والتحرش ده بتمشي في داهيه. اللي بيعملوها بس شفت الاميجران يا هو شفت المهاجرين البتاع اللي هنا الانجليز زمان مشوا حته تانية عندهم ديتات وشفت في حتتهم بتكون حاجة بأرقام بالاي دي بتاعتها بكده معروفة فهمت. في هاي السكول في سكيور. المدرسه مع بعض قاموا من في صغار. المدرسة في الجامعات حاجة يعني هنا لكن ما ساي في الشارع ولا من حتة هنا ولا بتاع ما بدخلوا روحهم في حتة زي دي. ما بدخلوا روحهم في حتة زي دي بتصدقني. ما بخش فيها جاي يا دوب ما اعرف القانون يعني انا كتير مش انا مرة وكده. انا كتير اولاد هنا يعني لما كنت بشتغل فولنتير مع ناس سيركو كنت طوالي بقول للاولاد يعني بقول له يا اخي ما تعمل كده عين البلد دي هتغرك كده ما تمشي. في اللي بيفهمني غلط طبعا يقعد يسيب اللي هنا يركز معاي انا وفي اللي بيفهمني كويس وبيمشي الحياة كويس يعني لكن بكون مصر انه انا اوري الحياة دي.